أبشع فيضان مدمر في تاريخ المغرب، أو الخميس الأسود 17 غشت 1995. المكان واد أوريكا في سيتي فاطمة، على بعد 60 كيلومتر تقريبا على العاصمة السياحية مراكش. توقيت نهار الخميس في عز شهر غشت، أي في ذروة العطلة الصيفية. الوضع كانت مدينة مراكش كتغلي تحت حرارة الشمس واللي تجاوزات 40 درجة. هادشي اللي خلى آلاف الأسر المغربية والسياح يهربوا لبرودة واد أوريكا. في الأول كان الواد شبه جاف، المطاعم فاتحة أبوابها والناس مستمتعة بالجو، ولكن في لحظة غيتقلب كل شيء، لأنه في أعلى قمم الأطلس الكبير بجبال ياغور وأوكيمدن غتندلع عاصفة رعدية قوية غتجمع السيول، وفي لحظة غتنحاضر نحو الواد بسرعة خيالية وغتجر معها صخور ضخمة وجذوع الأشجار. وفاش غتوصل هاد السيول لأوريكا غتوقع الكارثة. الناس اللي كانوا مستمتعين وسط الواد ملقاوش وقت الهروب وبقات كتجرفهم المياه بقوة. السيارات اللي كانت واقفة جنب الواد جرفاتها حتى هي المياه. في الأخير تلقى 230 قتيل ومئات الناس اللي بقوا مفقودين إلى يومنا هذا. الجثث وبسبب قوة الطيار غتجرفهم المياه لمسافات بعيدة على المنطقة. قرب أكملها اختفت من الخريطة وتقطعات الطرق اللي كتربط مراكش بأوريكا. أخيرا اللهم ارحم موتى الفاجعة، واحفظ اللهم أهلنا في القصر الكبير ومناطق الفيضانات والسيول هذه الأيام بمملكتنا المغربية. نتمنى من الله يرزقنا القوة والعزيمة والتضامن لتخطي هذه المحنة، وما تنسوش إخوتكم من الدعاء.